بيحكي فيلمنا عن طبيب شرعي وشرطية كانوا على علاقة ببعض وبيضطروا يتحدوا تاني عشان ينقذوا الأطفال من سفاح أعياد الميلاد. بيبدأ فيلمنا مع أب بيحتفل مع بنته سونيال بعيد ميلادها وبيكونوا مبسوطين جدا، وفي نفس الوقت في ولد واقف من الشباك بيبص عليهم بوحشية. وبعد كده بنشوف الأب واخد الولد في أوضة وبيضربه وبيقول له أنت اللي قتلت مامتك، وبنعرف إنه يبقى أبوه وسونيال أخته. وبالليل بنشوف الولد بيجهز برميل مية وكمان بيدخل الأوضة على أخته ومعاه سكينة. وهنا بنشوف طبيب شرعي اسمه جوني داخل مبنى فيه جريمة قتل، وبيتخيل إن المجني عليها بتتكلم معاه وبيقرب يشوف اسنانها، وبعدها بينزل للظابط وبيشوف جوزها وبيقول له ان هو اللي قتل مراته بعد ما حط لها سم في معجون الاسنان. وتاني يوم بنشوف مجموعه بنات بيحتفلوا بعيد ميلاد صاحبتهم في الكنيسه، وبتدخل بنت اسمها جينيفر للكنيسه وهي بتقرب من صاحبه عيد الميلاد، فالبنت بتديلها شوكولاته. وبالليل والشرطيه ميجا بتمارس رياضه الجري بيجيلها اتصال بيبلغوها فيه عن اكتشاف جثه، وبتروح للعنوان وبتلاقي انها جثه البنت صاحبه عيد الميلاد، وبتتصدم جدا من منظر الجثه وبتسال المساعد بتاعها مين اللي بلغ، فبيعرفوها انه شخص اسمه يبلغ عن الجريمه. واول ما وصلوا ما لقوش حد، فبتعرفهم انهم لازم يبلغوا الطب الشرعي فورا ويدوروا على الشخص ده. وبعد كده بترجع البيت وبتلاقي بنت اختها جينيفر بتوريها صور عمها جوني في الجرايد، والناس بتحكي عن عبقريته في حل الجرايد، فبيبان عليها الغيره وبنفهم انه الاكس بتاعها. وبعد كده بتاخد ميجا جينيفر للمدرسه وبنلاحظ ان في شخص بيراقبهم، وبعدها بتروح شغلها وبيطلب منها مديرها انها تتولى قضيه قتل طفله الكنيسه، وبيفهمها ان الطبيب الشرعي جوني هيكون معاها. فبتركب عربيتها علشان تبدأ تحقيقاتها وبتفتكر ذكرياتها مع جوني، وهم بيتعلموا ضرب النار مع بعض وبيكونوا مبسوطين جدا. وفي الوقت الحالي بتوصل ميجا البيت المجني عليها وبتتكلم مع باباها ومامتها، وبعدها بتروح تشوف كاميرات الكنيسة وبتحقق مع كل زمايل البنت والمدرسين بتوعها. ولما بتراجع الكاميرات بتلاقي ان البنت بعد العيد ميلاد كانت مروحة مع مامتها، لكن شخص هي تعرفه ظهر من الباب الخلفي للكنيسة والبنت راحت معاه ومن بعدها اختفت. وبتكتشف ان مفيش كاميرات للباب الخلفي في الكنيسة، وبتشوف ميجا ان البنت اختها جينيفر ظاهره في العيد ميلاد، فبتروح تسالها عن البنت اللي اتقتلت، فبتفهمها جينيفر انها ما تعرفش البنت وهي كانت داخله للكنيسه عادي لقيت العيد ميلاد ده. وبعد كده بيجي جوني يقابل ميجا اللي بتتعامل معاه بطريقه رسميه جدا، وبعدها بيسلم على جينيفر وبيعرفها انه هيبقى موجود فتره في المدينه عشان عنده قضيه، فبتفرح جدا وبتحضنه. وبعد كده بيروح جوني لاخوه سوني وبيعرفه انه عنده قضيه مع ميجا، فبيبان عليه الزعل وبيسلم عليه وبيمشي. وبيوصل فستان البنت للطبيب جوني وبيبدا تحقيق وبيروح لمكان الجريمه. ولما بتيجي ميجا بيقول لها ان البنت خدت 9 طعنات بسكينه زجاج ولاحظ ان القاتل اشول، فبتستهون بيه ميجا وبتعرفه انهم عاوزين دليل قوي يمشوا وراه، فبياخدها للكنيسه وبيقول لها ان ده مكان الجريمه، وبيقول لها ان البنت مشيت من الباب الخلفي وايديها لمست الشجره دي، وبعدها مشيت في اتجاه الغابه ودخلت جوه نفق ما يسعش غير حجم الاطفال. وبياخدها لنهايه النفق اللي هو موقع الجريمه، وبيقول لها ان في جرح في رقبه البنت بعد الوفاه، وده معناه ان الجاني حاول يرميها من فوق السور لكنه معرفش عشان قصير، فالبنت اتجرحت من السلك اللي موجود، وفعلا بيوريها شعر وشويه دم على السلك. فبتتفق مع ميجا جدا وبتقول ان القاتل قصير لان البنت لما كانت بتبص على الجاني وهي جوه الكنيسه كانت بتبص في نفس مستوى نظرها. وهنا بتفتكر ميجا شخص قزم شافته في الكنيسه، فبسرعه بتطلب بياناته وبتعرف ان اسمه تشارلي، فبتاخد العساكر وبتهجم على بيته وبتلاقيه مجمع كل اصحابه الاقزام لكنها بتقدر تقبض عليه. ومن الناحيه التانيه بنشوف جينيفر قاعده مع بريتي الطبيبه النفسيه بتاعتها وبتكلمها عن عيلتها، وفي نفس الوقت بيتكلم سوني مع جوني وبيعرفوا ان مراته وبنته ماتوا في حادثه بشعه، وبنعرف انه يبقى ابو جينيفر. وبنرجع تاني لجينيفر وهي بتقول للطبيبه ان ابوها كان بيحب اختها التوأم اكتر منها، ولما ماتت بقى مش حابب يشوفها، فبتصعب على بريتي جدا وبتحضنها. وبعد كده بتتكلم بريتي مع ميجا وبتفهمها ان الافضل للحاله النفسيه لجينيفر انها تشوف ابوها، فبتقول لها ميجا انه مش مضمون. وبعد كده بنشوف جينيفر بتتكلم مع جوني اللي بيسالها لو حابه تشوف ابوها، لكن بتتدخل ميجا تقاطعهم وتهزقه وتطلب منه يبعد عنهم. وبنرجع بالزمن لورا اليوم الحادثه، وكان جوني وميجا بيقضوا يومهم مع بعض، ومن الناحيه التانيه حد ندى اخت جينيفر وراحت معاه، وبعدها لقوها ميته في حفره ووراها انتحرت امها اللي ما كانتش قادره تستحمل الحياه من غير بنتها. ومن ساعتها وميجا محمله ذنب موت اختها على سوني اخو جوني، واخدت جينيفر تعيش معاه. وفي نفس الوقت بيدخل جوني للحجز لتشارلي وبيفهمه انه يبقى المحامي بتاعه، وبياخد وزنه وطوله وعينه دي ان ايه، وبيروح يقارن بين شكل القدم بتاعه والشكل اللي موجود في مسرح الجريمه عشان يعين بصمه القدم. ومن الناحيه التانيه بتحضر جينيفر مع جدتها عيد ميلاد بنوته جميله وبتديها هديه، وفي نفس الوقت بتدور ميجا على الشخص اللي بلغ وفعلا بتوصل. وبنرجع تاني للبنت في عيد الميلاد وبنشوفها وهي بتلعب، فجاه بينادي عليها حد وبتروح له وبعدها بتختفي، وبسرعه بيبلغوا الشرطه وبتيجي ميجا وجوني يعينوا المكان وبيلاقوا دم على الارض واثر رجلين شخص حاف. وبعدها بيروحوا اسم الشرطه وبيقول جوني ان تشارلي مستحيل يكون الجاني، وان عمر الجاني يتراوح
بتتراوح ما بين 10 ل 13 سنة. وبيكون المأمور مش مصدق، فبتقول له ميجا انها قبضت على الشخص اللي بلغ واللي حكى انه كان بيشتغل جنب مسرح الجريمة، وشاف شخص بيحاول يرمي جثة من فوق السور لكن معرفش، ولما قرب شاف طفل عنده حوالي 12 سنة ورسموا شكل تخيلي للطفل حسب وصف ونشروا صورته في كل مكان. وبعد كام يوم جه لميجا اتصال من رئيس قسم الأحداث بيقول لها ان الولد اللي نزله رسمته اسمه روهان وكان محبوس بتهمة قتل ابوه لكنه هربان بقاله سنة. وأمرت ميجا بقفل كل المدارس في القرية وكمان محدش يعمل عيد ميلاد لان الجاني كل جرايمه في اعياد الميلاد. وفي يوم بتتصل بريتي بميجا تقول لها ان جينيفر كانت معاها ولما طلعت تعمل مكالمة رجعت ما لقيتهاش. فبتقول لها ميجا انا عارفة مكانها المفضل وبتروح لها، لكنها بتشوف من بعيد نفس الولد اللي في الرسمة، فبتبلغ بسرعة الشرطة وبيقدروا يقبضوا عليه. وبيعلنوا بعد كده في كل وسائل الاخبار ان الطفل الجاني اتقبض عليه، وطلع قرار بفتح المدارس ورجوع اعياد الميلاد. وفي عيد ميلاد بنت شرطي في القرية بتحضر جينيفر وبتقرب من البنت صاحبة عيد الميلاد اللي بتكون واقفة على سور، وفجأة بيجي ابو البنت ينده عليهم. ومن الناحية التانية بتحقق ميجا مع الطفل واللي بيرفض ينطق بأي كلمة، وبيكونوا بيصوروه بكاميرا وجوني بيتابع حركاته الغريبة. وبعدها بيقابل ميجا وبيقول لها ان روهان مش القاتل لانه مش اشول، وبيكون متأكد جدا من كلامه، فبتزعقله وبتعرفه ان الناس اطمنت خلاص ان القاتل اتقبض عليه وما ينفعش ابدا يرجعوا يخوفوهم من تاني. ومش بتقتنع بكلامه وبتسيبه وتمشي. وبعد يومين بيجي لهم بلاغ باختفاء طفلة في عيد ميلادها، فبتجري ميجا على بريتي وبتطلب مساعدتها في حالة روهان. وبتتكلم بريتي مع روهان وبتقدر تعرف منه ان ابوه كان بيعامله وحش جدا فقتله، وبيعرفها انه بيعمل اللي بيطلب منه وان في صوت بنت بيطارده وهو بيسمع كلامها لكنه عمره ما شاف شكلها. ومن الناحية التانية بيتعرض على التلفزيون فيديو لجينيفر وهي شايلة جثة بنت وماشية بيها، فبتجري ميجا تدور عليها لكنها مش بتلاقيها. وبتتوقف ميجا عن العمل، وكمان جوني بيسيب جينيفر، وكمان بيتحط حراسة شديدة على ميجا وبتمنع من الخروج من البيت. وفي نفس الوقت بيدور جوني على جينيفر في كل مكان، طريقه بيلاقي جثة بنت وبيبلغ الشرطة عنها. وبتفضل ميجا تحاول تفهم اللي حصل لكنها مش بتقدر وبتفضل تعيط. وبيجي لها جوني البيت وبيشجعها انها تقدر تحل القضية، وفعلا بتقوم معاه وبيبداوا يحللوا كل حاجة حصلت. وبيعرفها ان الجثة الجديدة اللي لقاها عليها حمض نووي سكوري، وهو دور حوالين المكان اللي لقى فيه الجثة واكتشف بيت مهجور واستنتج ان القاتل بيقتل البنات في البيت ده، وبعدها بيدهن الحيطان علشان اثار الدم. وبيشوف الرسومات اللي جينيفر رسمتها وبيقدر يخمن هي موجودة فين. وبتقدر جوني وميجا يهربوا من البيت وبيروحوا للغابة، وهناك بيشوفوا سوني واللي بيقول لهم ان جينيفر معاه، وهو اول ما عرف اللي حصل خدها يخبيها في البيت ده لانه بعيد ومحدش يعرف عنه حاجة. وبتتكلم ميجا مع جينيفر وبتسألها عن البنات اللي اتقتلوا، فبلاها في صوت بنت بيجي في دماغها بيخليها تنفذ اي حاجة، وده بيكون نفس كلام روهان. وبتعرف ميجا من شرطي كانت طلبت منه لو يشوف جرائم القتل الخاصة بأعياد الميلاد، فبيقول لها ان في سلسلة من جرائم القتل في أعياد الميلاد من 5 سنين. فبيودعوا جينيفر وبيروحوا يكملوا طريقهم، وهم على الطريق بتطاردهم عربية الشرطة، وبيقدر جوني انه يهرب منهم بكل احترافية. وبيوصل جوني لبيت الدكتور اللي علمه وبيطلب مساعدته، وبيعرفهم الدكتور ان العلم اتطور جدا وفي جهاز من خلال الحمض النووي اللي لقوه على الجثث يقدروا يعرفوا منه شكل القاتل. وبتحقق ميجا وبتقدر تعرف ان كان في طبيب نفسي بيعالج البنات دي، فبتقدر ميجا تجيب كل تفاصيل الدكتور، وبتكتشف ان كان عنده ابن بالتبني اسمه شاشي وانتحر وهو اتصاب بسرطان الدم. ولما بتشوف صورته بتتصدم انه يبقى الدكتور اللي عايش في بيت بريتي وهو كان المعلم بتاعها. فبتتخض ميجا جدا وبتقول لجوني انهم لازم يحذروا الدكتوره بريت. ومن الناحيه التانيه بنشوف سوني جاهز لاحتفال بعيد ميلاد بنته، ولما بيدخل عليها الاوضه بيلاقي ان جالها نوبه صرع، فبيتصل بسرعه بالدكتوره بريتي وبيديها العنوان علشان تروح له بسرعه. فبيشوفها المعلم بتاعها اللي اسمه راميش وبيساله رايحه فين، فبتعرفه انها رايحه تحتفل بعيد ميلاد جينيفر، فبيبان عليه التوتر جدا. وهنا بتوصل ميجا وجوني البيت بريتي وبيلاقوا راميش قصادهم، وفي نفس اللحظه بيبعت المعلم لجوني صوره القاتل، واللي بيتصدم انها تبقى صوره شاشي ابن الدكتور اللي انتحر. فبتساله ميجا فين ابنه، فبيبدا يحكي لها الحكايه، وهي ان الولد اللي اتبناه كانت طفولته صعبه جدا وقتل اخته وباباه، واتربى في مركز الاحداث وهو تبناه علشان يعالجه، وكان بيحضر معاه كل جلسات علاج الاطفال بالفيزياء واللي من خلالها بيقدر يسيطر على الاطفال زي التنويم المغناطيسي. وكانت حاله شاشي النفسيه كويسه جدا لغايه ما راميش اتصاب بالسرطان، وحاله شاشي بدات تسوء ورجع يقتل الاطفال تاني في اعياد الميلاد، وكمان اتحول لانثى ولغى اسم شاشي ده خالص، وبقى يستخدم التنويم المغناطيسي في السيطره على الاطفال لتنفيذ جرائمها. وقرر انه ما يسيبش اي طفل يحتفل بعيد ميلاده ده لانه هو صغير ما اتعملوش عيد ميلاد. وبيروحوا بسرعه علشان يلحقوا جينيفر، لكن الشرطه بتحاصرهم. ومن الناحيه التانيه بتكون بريتي وصلت لبيت جينيفر وطعنت سوني بالسكينه وسيطرت على جينيفر وخلتها تمشي معاها، وبتروح بيها للبيت المهجور اللي بتنفذ فيه عمليات القتل.
المناوشات، وفي نفس الوقت بتحاول ميجا تفهم الشرطي ان جينيفر في خطر، لكنه مش بيسيبهم غير لما سوني بيتصل يحكي لهم اللي حصل، وهنا بس بيصدقهم الشرطي وبيسيبهم. ومن الناحيه التانيه بنشوف فيريتي وهي معاها قطعه تورته بتاكلها لجينيفر بالعافيه، وجنبها سكينه وبتتكلم بطريقه مرعبه جدا. ولما بتحس بوجود الشرطه حوالين المكان بتنيم جينيفر بالتنويم المغناطيسي، وبتطفي انوار البيت، وبتبدا تهاجم افراد الشرطه في الضلمه وبتقتل كتير منهم، وبتقرب على ميجا وبتكون خلاص هتموتها، لكن جوني بيدخل في اخر لحظه يضربها برصاصه في دماغها وبيقضي عليها. وبعد كده بتروح جينيفر تزور باباها في المستشفى، وجوني وميجا بيرجعوا من تاني لبعض. ومن الناحيه التانيه بتروح ميجا والعسكري يجيبوا صور البنات اللي اتقتلوا في اعياد ميلادهم. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده. ما تنساش فولو ولايك والشير، وتقول لنا رايك في التعليقات لو بتتابعنا على فيسبوك، وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه لو بتتابعنا على اليوتيوب، وهتلاقي لينك بيج تحت في الديسكريبشن. سلام.